بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وللحفاظ على أمن وسلامة مستعملي الطريق، وضعت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بالعباس مخططا أمنيا لتنظيم حركة المرور وضمان سيرورتها بتسخير جميع وحداتها عبر كامل شبكة الطرقات والمحاور الرئيسية والثانوية للولاية، مع القيام بتنظيم حملة تحسيسية وطنية للوقاية من حوادث المرور بالتنسيق مع مختلف الشركاء الفاعلين في الميدان. هذه الحملة تمتد من 18 فبراير إلى غاية 10 مارس 2026 تحت شعار معا من أجل طرقات أكثر أمانا في رمضان، تستهدف سواق مختلف أصناف المركبات لتحسيسهم وتذكيرهم بالأخطار الناجمة عن التعب والإرهاق ونقص اليقظة والانتباه عند السياقة خلال شهر رمضان الذي يميزه طابع خاص له تأثيراته المباشرة على سلوك السائق، مع بروز تصرفات وسلوكيات سلبية من شأنها المساس بالسلامة المرورية على غرار قلة النوم، التعب، الإرهاق وتأثيراتها على السياقة، الإفراط في السرعة وفي أوقات الأخيرة من الإفطار، مخاطر السياقة بعد الإفطار والقيادة ليلا لمدة طويلة مع تأثير عامل السهر، التوتر العصبي والمشاحنات أثناء السياقة التي تميز هذه الفترة. في الأخير يبقى الرقم الأخضر 1055 وموقع طريقي على فيسبوك تحت تصرف المواطنين 24 ساعة على 24 ساعة.